السلام عليكم مشاهدينا الكرام. قرار مفاجئ من جامعة فوز القجع لخطف موهبة كبيرة من فرنسا. وقبل الخوض في التفاصيل، المرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي تتوصلوا بجديد الأخبار العالمية والمغربية. تريد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في خطف إبراهيم باي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، حيث أن اللاعب يعد من أبرز المواهب في فريق البي اس جي، حيث تريد الجامعة أن يكون جزءا من المنتخب المغربي في المستقبل. وحسب ما ذكره موقع المغرب سبورت، فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فتحت بشكل رسمي القنوات للتواصل مع إبراهيم باي بعد أدائه المميز مع ناديها الفرنسي، حيث يمتلك مهارات تمكنه من اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر. ويبلغ إبراهيم باي من العمر 16 سنة ولديه 3 جنسيات، هي المغربية جنسية والدته والسنغالية من والده والفرنسية نظرا لميلاده في فرنسا. وتسعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاكتشاف المواهب الشابة في دول أوروبية كثيرة لتعزيز تشكيلة المنتخب الوطني المغربي. هذا يأتي في إطار سعيها لتحضير الخلف لنجوم المنتخب المغربي الحاليين الذين سيعتزلون.